السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم جدا ومفيد فعلا من التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد فعلا من التطبيقات. في القناة عندي اقدر افك التطبيقات الحديثة اللي بتسهل لك حياتك اليومية والتطبيقات الفيك وكمان التطبيقات الهاكر. النهارده ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد هو اسمه ديجيتال ديتوكس. التطبيق ده مساحته 9 ميجا و4 من 10، محمله اكتر من مليون شخص. التطبيق ده خاص بالناس اللي هي بتستخدم التليفون تليفونهم المحمول فترات طويلة، وبيحصل لهم حاجه شبه الادمان كده، ان هو خلاص ما بقاش يقدر يسيب التليفون ثانيه واحده، ما بيقدرش يستغنى عنه. ماسكه طول الوقت على طول شغال، ممكن يصحى من النوم في عز الليل مثلا عشان يمسكه والكلام ده كله. فالتطبيق ده بيساعدك ان انت تبعد عن ان التليفون يبقى مسيطر عليك للدرجه دي، بحيث ان هو بتحدد للتطبيق وقت ان هو يفصل فيه التليفون، او مش يفصل فيه التليفون، يخليه يفصل لك البرامج وكل حاجه، بحيث ان انت ما تقدرش تشغل التطبيق غير بعد وقت محدد اللي انت بتحدده لنفسك. طبعا الناس مش هتقدر تستغنى عن الموبايلات او الهواتف الذكيه مره واحده، فبتقدر ان انت مثلا تظبطه لنفسك، مثلا في البدايه 20 دقيقه مثلا في اليوم، بعد كده مثلا 50 دقيقه في اليوم، بعد كده ساعه مثلا في اليوم، بعد كده ساعتين في اليوم، بعد كده 3 ساعات في اليوم، على حسب ما انت بتكون عايز. بتقدر ان انت تظبط الوقت لنفسك، بحيث ان الوقت اللي انت ظابط فيه لنفسك ده ما تقدرش تمسك التليفون ولا تفتح، لو جات لك اي رساله مهمه، اي حاجه، اي ظرف حصل، ما بتقدرش تفتح التليفون خالص. التطبيق ده بينفعك انت كشخصي ان انت تستغنى عن ادمان التليفون، وكمان بينفعك لو انت مثلا عندك اولاد، عندك اخوات اصغر منك، حابب ان انت تخليهم يسيبوا التليفون، ما يفضلش ماسكينه طول الوقت، بحيث ان انت تحمل لهم التطبيق ده وتشغله على التليفون بتاعهم، وتظبط لهم الوقت اللي انت عايزه يفصلوا فيه التليفون. تظبط مثلا وقت النوم بتاعهم، مثلا ما ينفعش يمسكوا التليفون خالص ولا يشغلوه طول ما التطبيق ده شغال، مش يقدروا يفتحوه ولا يقدروا يستخدموا انترنت ولا مكالمات ولا اي حاجه. وقت مثلا المذاكره، وقت اي حاجه، مثلا وقت انتوا قاعدين فيه مع بعض، مثلا وحابب ان انتوا تبقوا قاعدين مع بعض من غير تليفونات ومن غير ما حد كل شويه يمسك التليفون، تظبطه بقى مثلا ساعه، ساعتين، 3 ساعات، على حسب ما انت تحب. مشكلة التطبيق ده ان هو بيتضمن اعلانات وبيطلب منك الاشتراك، بالاضافة لان مفهوش لغة عربية. كمان في بعض الاحيان ممكن تكون انت محتاج التليفون في حاجة مهمة، ما بتقدرش ان انت تشغل التليفون الا بعد ما الوقت المعين اللي انت ظابطه لنفسك ده هو اللي يعدي. فدي برضو مشكلة في التطبيق، حبيت ان انا انوه الناس ليه، علشان لو حبيت ان انت تحمل التطبيق وتشغله و... وتشغل مثلا عليه مثلا وقت معين، فتعرف الوقت ده مهما حصل او مهما حصلت مشكلة او كارثة او كده، مش هتقدر تشغل التليفون غير بعد ما الوقت ده يعدي. وبس كده يعتبر شرح للتطبيق. بالنسبه للمزايا والعيوب، لو عجبك شرح التطبيق يا ريت تدوس لايك للفيديو، لو عايز شرح التطبيق معين يا ريت تسيب لي في كومنت. لو شفت ميزه او عيب للتطبيق فهي تحديث من التحديثات القادمه اكتبها في تعليقات الفيديو. شكرا، سلام عليكم.